النهاردة هنتكلم عن الأحياء الغربية، حي 28 حي 29 حي 30. انتوا كلكم طبعا منتظرين ايه القرارات. في ناس لسه ما بنتش، في ناس مش عارفة تعمل ايه، في ناس مش معاها فلوس تبني، في ناس باعت بالخسارة خايفين من سحب الجهاز. يا ترى الدنيا رايحة لفين؟ ان شاء الله الفترة الجاية تابعونا كويس جدا، كل قرار هينزل هنتكلم عنه في فيديو. وفي جديد ان شاء الله الأحياء الغربية على فكرة. الناس اللي تكتب في الكومنتات قالوا في مهلة 9 شهور وسامعين مهلة. احنا مسمعناش اي مهلة من الجهاز، طالما حاجة او طالما حاجة بتتقال بس في السوق بتتقال للناس ومفيش اي منشور بيها مختوم، يبقى مفيش كلام ومفيش جديد. فاحنا منتظرين الجهاز يطلع جديد ان شاء الله في 28 وال29 وال30. طيب 28 29 30 فترة السماح خلصت 1/4. كان أول التنازل بسهولة، كان أول التنازل أقدر أعمل تنازل لو قطعة أرض فاضية، لو قطعة أرض فيها مباني بسيطة أعمل تنازل. من بعد 1/4 وقفوا التنازلات في الأحياء دي، حي 28 حي 29 حي 30. ركزوا كويس في الكلمتين اللي هقولهم. لكن هل كده وقفوا التنازل معادش في تنازل خالص؟ لا طبعا، اتنازل ومفيش أي مشكلة، تنازل بسهولة جدا. بس عشان تعمل تنازل لقطعة أرض في التلات أحياء دول اللي فترة السماح بتاعتهم خلصت فيهم، قعد بشروط ان انا اكون باني وحدة صالحة للسكن. اللي هو ايه؟ انا مجبر ان انا ابني دور واشطب واجهته واشطب السور واركب بواباتي، اقدر اعمل تنازل بسهولة. غير كده مفيش تنازل في الاحياء دي خالص. اي قطعة ارض حد يقولك هنشتري ونعمل تنازل، مفيش تنازلات في الاراضي دي. واي حد هيفكر يشتري اراضي فاضية لازم يبقى عامل حساب ان هو يشتري من هنا، لازم يبني من هنا، ومفيش اي ضمان ما بينك وما بين المالك غير ان انت تكون واثق فيه. كمان عايزه اقول في ناس كتير قوي بتبعت لي في الاحياء دي احنا عايزين نبني، الدنيا هتمشي ازاي؟ نطلع نعمل تجديد رخصه ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ اطلع على الجهاز اللي هيفيدك في ده، الجهاز. لان انا بسأل موظفين اوقات بيبقى فيه كل يعني في حد يقول لك مثلا كلام وحتى يقول لك كلام تاني غير الاولاني. تطلع على الجهاز، خدمة المواطنين هتفيدك، هتقول لك هتعمل ايه. طيب الناس اللي عايزة مثلا معايا مجدد قريب وفترة السماح بتاعة الرخصة ما خلصتش، طب انا عايز ابني، في حاجة اسمه جواب تعدين. جواب التعدين ده مهم جدا، ما عادش حد بيبني غير لما بيطلع جواب التعدين. ده رسومه بتهيألي 2700 2600 2400 في الحدود دي، او 3000 والفكة دي، انا مش فاكرة بالظبط. انا كان معايا حد فعلا بيطلعه بس انا ما بحفظش ارقام. فاموره سهلة جدا، بتروح تعمل بيان ورقة في الجهاز وبتطلق بترجع تاني بتروح مكانه عند الموقف الجديد. يا جماعة مكان جواب التعدين عند موقف الجيش. طبعا جواب التعدين بيطلع حاجة تبع الجيش، بيطلع من مكان تبع الجيش عند الموقف الجديد، وبيرجع يخليك تروح بين الجهاز تدفع رسوم وتجيب ورقة منك وترجع هناك تاني. يعني الأمر سهل. أنا والله أنا كان معايا حد عمل الموضوع ده من 3 4 أيام، بس فعلا نسيت بالتفصيل، المفروض بعد كده أكتب لكم، فاعذروني. بس أنا حبيت أقول بس إن جواب التعدين سهل، أموره تمام، بتمشي بسهولة. لو انت لسه مطلع رخصتك ودنيتك تمام هتجيب جواب التعدين بسهولة. لو عندك اي مشكلة هيقولك لا ده انت لازم تجدد ويعرفك الدنيا هتمشي ازاي. فاليومين دول بصراحة قرارات كتير، اللي هو قرارات كتير، واحد قاعد تايه، ده قرار والحقيقة ده قرار والحقيقة ده قرار. فعشان الدنيا تبقى سليمة حد بيبعت لي اقول له اطلع على الجهاز اسأل هجدد رخصة ولا مش هجدد، او اطلع اقول لهم انا عايز افحر وابني، هيقولك اطلع على جواب التعدين. وانت بتجيب جواب التعدين هيقولك رخصتك هتتجدد ولا لا. عشان في ناس بتقول لي ايه، لا ده الرخصة طالما عدى عادي ممكن امشي. لا مفيش حاجة اسمها التمشية، الرخصة عدت سنة وسنة تجديد، ومعاك السنتين. قبل ما تخلص السنتين دول قبل ما تنتهي الرخصة فيهم تقدر تطلع او تجدد الرخصة. غير كده الرخصة عدى على سنتين انتهت خالص، انتهت خالص. اللي هو هطلع رخصة من اول وجديد، اللي هو هطلع رخصة من اول وجديد. ف وانت بتشتري تخلي بالك الفترة دي الأحياء دي يعتبر التعامل فيها حساس شوية عشان القرارات الجديدة. قبل ما تعمل أي حاجة لازم تتجه للجهاز تعرف الدنيا فيها ايه. طيب هنتكلم على ايه تاني؟ التلات أحياء دول انتوا شايفين نسبة المباني فيهم حلوة قوي ازاي؟ طبعا خدماتهم شغالة. جهاز محطط لك مدارس، وحدة صحية،
كل حاجة شغالة في التلات أحياء دول. اللي بيخدم 28 لحد 29 و30. احنا بنتمنى جهاز مادة 10 من رمضان برضه ورئيس جهاز مادة 10 من رمضان يبدأوا في ال28 يبقى في مدارس داخلية تخصها. لو خدت بالكم أنا كنت بصور امبارح كنت في 22 في هناك في عند مجاورة من المجاورات في هناك مبنى لسه بقى مش عارفة دي مدرسة ولا هيكون سناتر ولا الدنيا هتبقى ماشية ازاي. هنعرف الدنيا ماشية ازاي ونقول لكم في الفيديوهات. بس أهم حاجة بقى تابعوا باستمرار عشان الفترة الجاية إن شاء الله يبقى في جديد كتير. يعني أي جديد هيطلع هنقوله. فأنا اللي يخدمني أو اللي يخدم 28 29 30 فيهم خدماتهم. 29 و30 فيهم خدماتهم. التلات أحياء دول مرتبطين ببعض بيخدموا بعض. لو خدتوا بالكم هنا في مول بصراحة المول ده يعني حياة. التلات أحياء دول بسرعة تتخيلوها إن يبقى في مول في كل المول ده بيبقى فيه طبعا كل بقى النشاطات. المول بيجي في يعني عايز أي حاجة أطلع المول بسهولة. السيرفيسي شغال مدرسة شغالة في وحدة صحية في الأحياء دي تخدمني. في حضانة اكيد في حضانه هناك هتشتغل قريب او لو مش شغاله انا مش متاكده قوي لان انا عارفه متاكده 33 في حضانه حلوه قوي شغاله. لكن 28 29 30 ما شفتش انا حضانه وانا ماشيه. شفت واحده صحيه والمدارس. طبعا في سوق كان في سوق هناك عند ال30 او عند ال29 30 باين. الفاصل ما بين 29 و30 كان في سوق من فتره لسه موجود ولا لا طبعا برضو مش متذكره قوي. لكن الاحياء دي احياء حلوه ينفع اسكن فيها بسهوله. الاقي خدماتي بسهوله. سيرفيسي شغال هطلع من اي مكان من اي مجاوره هطلع الاقي سيرفيسي شغال. فالدنيا زي الفل. الناس بتدور على احياء تسكن وتلاقي خدمات. عندك 28 29 و30 ويليهم بقى اللي تحتهم بقى الايام جايه حيزه 33 وال32 وال31 وال31 الاراضي بتاعته لسه طبعا مفيش ناس كتير بنت ولسه المرافق ما خلصتش. فلكن الحي 31 اسكانه شغال. فاحلى حاجه في الحياه 31 وقت ما نستلم الاراضي ونبني ومرافقي تخلص خلاص بسهوله ان انا هسكن واقدر ابني واسكن بسهوله. زي الاحياء الغربيه دي. انا عايزه اقول لكم ان صوتي خلاص رايح. اي حد عايز يعمل تنازل قطعه ارض فاضيه حابب تشتري حاجه في مدينه العاشر من رمضان حابب تبيع حاجه في مدينه العاشر من رمضان تواصلوا معايا الرقم الواتس او تليفون. الرقم موجود اهو للجدين يا جماعه بالله عليكم التليفون ما بيفصلش عشان الناس اللي بتزعل مني ان انا ما بردش اوقات. ما انا برضو ليا طاقه اوقات ببقى عايزه يعني يعني اخد ريست فما بردش اوقات على التليفون. مفيش ارض اقل من مليون جنيه. بسيط اما نلاقي في الصحراء في اللي هي 35 و 36 بسيط اما نلاقي دلوقتي 950 ممكن نلاقي 970 980 960 في الاسعار دي. بس اراضي فيها فتره سماح لسه 4 سنين فالدنيا هناك لسه مش اتعمرت. لكن ما حدش يجي يقول لي معايا مليون جنيه وجيبي لي في الاحياء دي قطعه ارض متعمره. انا عايز حاجه فيها اسكان وفيها خدمات او عايز اشتري بمليون جنيه قطعه ارض 209 بس تكون خدماتها شغاله وسيرفيس شغال. لا لسه الدنيا في الاحياء اللي فيها مليون جنيه ما وصلتش لكده. لسه صحراء لسه ايامها جايه. عايزه اقول لكم على حاجه برضو ال 28 29 30 دول كانوا من سنتين كانوا فيهم صحراء كبيره جدا وكان من سنه فيهم نسبه اراضي كبيره جدا فاضيه. شوف لما الفتره او المهله بتاعتهم خلصت الكل بدأ يبني. على فكره انا في 28 صورت قطع قليله جدا لسه فاضيه قليله جدا تتعدى على الصوابع. 29 و30 برضو نفس النظام والكل بدأ والكل بيبني واللي ما بناش لسه بيبني. فكل حي وله ظروفه وكل حي وله سعره دلوقتي. وكل احياء وعد ليها ظروف في المباني ظروف في الاسعار ظروفها في التنازلات. كل حي وعد يعني قعد فيه انقسام في العشر كبير جدا. احياء فيها تنازلات واحياء ما عادش تنازل غير لما تبني. احياء فيها تنازلات وانت باني من غير ما تشطب. احياء لازم تبني وتشطب. فبالله عليك كل حابب يشتري في مدينه العاشر من رمضان لازم يركز هو عايز يتجه فين يشتري فين. هاخد مبني لو هاخد مبني عايز حي يكون لسه بادئ ولا حي فيه فتره سماح ولا حي يكون شغال وفيه خدماته. فكل حي دلوقتي وله سعره. بالتوفيق للجميع. حطوا بقى لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واعملوا شير الفيديو عشان الكل يستفاد. لو في اي حاجه عايزين نصورها الفتره دي اكتبوا لي في الكومنتات. لو في اي سؤال اكتبوا لي برده في الكومنتات. الجادين اللي حابين يشتروا ما حدش يجي يقول لي معايا مليون ونص عايز اشتري بيت. في الاحياء دي مفيش. محدش يجي يقول لي معايا 2 مليون اشتري لي بيت متشطب مفيش. عشان نبقى متفقين ونبقى على وضوح. فقبل ما تشتري وقبل ما تتصل لازم تفكر انت عايز تروح في انهي حي عايز تشتري فين عايز اوصل لفين. دلوقتي لو انا معايا مليون جنيه
مش هاجي امسك المليون جنيه واتنك بيه واقول انا عايزه اشتري هنا او هنا او هنا، لا. انا المليون جنيه يوديني فين دلوقتي؟ دي كلمه بتتقال كتير قوي. ممكن المليون جنيه يودوني فين دلوقتي، لكن لو معايا مليون ونص حابب اشتري كده، او حابب اروح هنا. لو 209 وحابب اروح هنا، لان انت كده فلوسك تظبط لك الدنيا. لو في حاجه زي ما قلت لكم اكتبوا لي في الكومنتات. حابب يشتري، حابب تبيع، حابب عندك قطعة ارض نسوقها لك، اي بيت تبيعه تشتريه، الرقم موجود اهوت للتواصل للجادين. بالتوفيق للجميع.